مهندس معاذ معاكم من شركة البروج. طبعا بنقدم لكم قطاع بي 105 من شركة اي جي ماكس. طبعا القطاع معانا هنا دبل جلاس بتاع جرار ليه تراك مفتوح ستانلس ستيل اهو. تمام. القطاع معانا واخد فرش من هنا، واخد سيراليون دوماس، حاجة محترمة جدا. طبعا ليه سلك النار. طبعا القطاع دوت بتعمل للمساحات تبقى مثلا في المتر و30 150 حد ادنى. بعد كده يشيل معاك قطاعات يعني مساحات اكبر. ده بالنسبه للقطاع في ال 105. طبعا بنقدم لهم قطاعات من شركه اي جي ماس، قطاع اي 47 الكبير. طبعا القطاع هنا الدعم بتاعنا في الجنوب، والقطاع هنا في النص راكب تجاريد، زائد معانا هنا مفصله هنا بريدج. مفصله بريدج ديت نوعيه محترمه جدا جدا جدا. زائد ان الباشمهندس احمد عمل لنا هنا في القطاع مدخن الريجه بتاعه المفصله هنا عشان خاطر لما المفصله تركب ما تريحش خالص. زائد ان الكاوتش واخد هنا كاوتش رابر هنا، كاوتش مركزي، واخد كاوتش هنا. القطاع ده طبعا فيكس. زائد بقى يعني تقفيل الشطوفات اهو زي ما حضراتكم شايفين، والشغل واخد كاوتش من بره من الداخل والخارج، كاوتش الصدار وكاوتش عربان من الجنب هنا. طبعا احنا شرحنا هنا على القطاع الاي 47 ان هنا مختلف، ان الزد هنا كبير والبار هنا اللي هو العادل السمبل. معانا هنا الاي 47 اللي هو الصغير. الفرق ان الضلفه هنا اصغر شويه، والبار معانا هنا بومبي. تمام. البار بومبي معانا برضه 4 مفصله بريدج، زائد ان الباب هنا معانا في جورجيا وغير مصنف. طبعا هنا في قطاعات برضه نفس المفصله بريدج، وادي الكاوتش بنفس كل التفاصيل. بنقدم لكم قطاع من قطاعات المطابخ سليم 18 من شركه اي جي ماس. طبعا القطاع معانا هنا متكون من فايبر دبل وكلادنج مع مفصلات جاست توب. القطاع هنا سليم 18 بيقدم ايه سليم 18؟ ان بيخلي لك القطاع ما بين كل قطاع وقطاع يبقى الفرق هنا فلات زي ما حضراتكم شايفين هنا. نفس الكلام ما يبقاش فروقات كبيره زي القطاع ال 2.5 بتلاقي فرق 3 سم من كل علبه والتانية. زائد ان القطاع ان الضغطه بتاعته محمله واليونت بتاعه سليم، يبقى مع الوحده كده ما فيش قطاع انت شايفه لا من هنا ولا من هنا. طبعا لما هنعمل برضو في مطابخ اي جي ماس سليم 18، اول حاجه اتميز بقى في الاكسسوار مثلا اول حاجه المفصلات، لان المفصلات ديت هي يعتبر دراع المطبخ اليمين، هي اللي شايله المطبخ. فصله معايا هنا جاست توب ميدن ايطالي. فصله هنا بفضل الله بقى لنا اختبار داخله على قرب 8 شهور اهي في الميه من اول ما فتحنا، مفيش اي حاجه حصلت لها خالص بفضل الله. تفتح وتقفل هيدروليك مفيش فيها اي مشكله خالص. والمسمار بتاعنا هنا ستانلس ستيل. طبعا بنقدم لكم قطاع من قطاعات شركه اي جي ماس. القطاع دوت اسمه اي 3 سبعات. اي 3 سبعات ده يعني يناسب الفتحات اللي هي ما بتتراوح بين 120 و 130. نفس الكلام في الارتفاع برضه حتى الى متر و70. هنا ده طبعا السيري. القطاع هنا بيتميز طبعا ان ليه هنا كورنر 3 فرش، وعندنا هنا التراك بيمشي عليه تراك. طبعا هنا التراك واضح جدا ان هو محمل، والازاز هنا بتاعنا قطاع سنجل ده طبعا اسمه سكاك اهو قافل معانا، وهنا نفس التلاته.